ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وصفه الكنافه القمر ديت الجميله دي زي ما انتم شايفينها كده جميله. ويلا معانا بقى ندخل على الطريقه على طول. يلا يلا بينا. جبت حوالي نص كيلو كنافه، طبعا هي بنجيبها مجمده، بتحطيها مجمده، بتكسريها زي ما انت شايفاها كده وبتضربيها في الكبه زي ما انت حابه. زي ما احنا شايفين كده بنبتدي نكسرها. هنجيب بقى الزبده، بولة زبده زي دي او كوبايه على حسب يعني ما انت بتحبي تعيري بيها، مفيش مشكله خالص. طبعا معلش هي بتحب زبده كتير الكنافه. حطيتها على النار تسيح شويه وحطيتها او تحطيها في الميكرويف، مفيش مشكله. نبتدي بقى نعمل معيار الشربات بتاعنا. كوبايتين سكر لو انتوا شايفين، وعليهم كوبايتين ميه. عايزه تقللي الميه شويه مفيش، براحتك خالص مفيش مشكله. عايزه تزودي الكميه زودي، الكنافه والشربات والزبده وكل حاجه هتزوديها، هتخليها الاتنين يعني معيارين يعني. هنحط الليمون مفيش مشكله خالص، في بدايته ما بيسكرش ولا حاجه خالص، لا ابدا، انت هتجربي بنفسك وتشوفي. وحطينا الشربات على النار ورجعنا تاني للزبده بتاعتنا بعد ما ساحت، يعني يا دوبك دفيناها. هنبتدي بقى نحط اللون بتاعنا، نحط اللون الاحمر والاصفر عشان يدينا اللون الاورنج بتاع الكنافه النابلسيه اللي هو المعروف بيها. ديت كان الحاج بياكلها في الاردن وكان بيقول لي جميله تحفه، بس برضو مهما ما بنعملها ما بتبقاش زي اللي هناك، بيقول لي مش ممكن تبقى زي اللي كلتها هناك في الاردن ابدا. بنقلب اهوت زي ما انتم شايفين لحد ما بنوصل للون ده. عايزه تخليه اورنج خالص صارح كده مفيش مشكله. بنبتدي نحط الزبده بتاعتنا باللون اللي احنا حاطينه، اللي احنا دربناه مع بعض. زي ما قلت لكم اللون الاصفر مع الاحمر بيدينا اللون الاورنج زي ما انتم شايفين كده بالظبط كده. بنبتدي بقى نخلط كله مع بعضه لحد ما اللون يختفي خالص مع الكنافه بتاعتنا. وزي ما قلت لكم انا حاطه الشربات على النار بنعمله. كوبايتين سكر مع كوبايتين ميه ومعاهم عصره ليمونه. عايزه بقى تنكهيه نكهيه زي ما انت عايزه، بالقرنفل بالقرفه بالفانيليا زي ما انت عايزه. عايزه تضيفي له نص كوبايه برتقال برده ما فيش مشكله خالص، بيديها طعم حلو قوي. خلي بالك بجد يعني جربوا وان شاء الله هتتبسطي بيها جدا. والله احنا بنحب نجرب الحاجه، انا عن نفسي بحب اجرب الحاجه قوي، يعني لما حد بيقول لي حاجه او بشوفها بحب اجربها، تبقى حلوه يعني يا صابت يا خابت. بس بجرب في شويه صغيرين. ببتدي احط السكر البودره. كانت بنتي قلوقه حطتهولي وهي واقفه جنبي، بقت بالشكل ده. هنبتدي بقى نجيب الصينيه بتاعتنا. انا بحب اجرب، بحب المطبخ قوي، بحب اقف وقفه المطبخ جدا من صغري وانا بحبه وبحب اجرب. ممكن اغلط مره واتنين وتلاته وبحب اجرب كمان وكمان وكمان. هنجيب الصينيه بتاعتنا بنبطنها كويس قوي قوي بالزبده كويس جدا، طبقه كويسه قوي يعني. بنبتدي بقى نفرد نص الكنافه بتاعتنا، بس على قد ما بتقدري بتضغطي جامد. اضغطي كمان وتكي عليها قوي، لازم تسويها بتبقى حلوه جدا. كانت خالتي بتقول مثل حلو قوي: خسرت الوقيه ولا خسرت البنيه. يعني اعملي وكبي بس اتعلمي، يعني نتعلم مره واتنين وتلاته. خلاص خلصنا. هنبتدي بقى نحط الجبنه بتاعتنا، جبنه الموتزاريلا، الجبنه العكاوي، بس احنا عارفين ان الجبنه العكاوي لازم تنقعيها قبلها بيوم عشان تنزل الحدوقيه بتاعتها، بتبقى حادقه قوي. دي جبنه موتزاريلا بس هي كانت عادبه يعني حلوه زي ما انتوا شايفين. ببتدي نحط بقى طبقه الجبنه بتاعتنا، بس بتبقى في النص، بلاش الحواف عشان ما تطلعش بره معاكي وتسيح من الجوانب وتمسك في حواف الصينيه، بتبقى مش ظريفه. زي ما انتوا شايفين كده. لايك بقى يا حبايبي وسبسكرايب وشير كده بقى، يلا عشان يوصل لكم كل جديد مني. وكل سنه وانتوا طيبين حبايبي اخواتي. هنحط الطبقه التانية بتاعتنا كده. خلصت وصفتنا اهي زي ما انتوا شايفين، سهله وبسيطه بس جميله جدا وتحفه زي ما انتوا شايفين. بنبتدي برضو نتكه شويه على قد ما بنقدر بنساوي زي ما انتوا شايفين كده.
لو عندك صينيه اصغر بتبتدي تضغطي عليها بالصينيه الاصغر بتطلع متساويه اكتر. زي ما انتم شايفين حبايبي كده. نبتدي ندخلها الفرن. بحطها طبعا الاول على الصاج بتاع الفرن اللي تحت لحد ما بتلاقيها بتبتدي تتحرك من تحت. ببتدي اطلعها فوق واشغل لها الشوايه سنه، بتطلع بالمنظر الجميل ده. بنقلبها وابتدي بقى خلاص الشربات بتاعنا خلص وبقى بالشكل ده. بنبتدي نسيها بالشربات بتاعنا زي ما انتم شايفين. ممكن بقى لو بردت وما خلصتش بتسخنيها في الميكرويف، بتبقى تحفه جدا وتطلع الجبنه سايحه فيها برضو. عايزه تحشيها من مهلبيه اللي هو القشطه الكدابه، جميله قوي برضو، بتبقى حلوه. زي ما انتم شايفين بقى بنقطعها تبقى بالمنظر الجميل ده. عارفين القطعه بره بكام؟ غاليه جدا جدا. زي ما انتم شايفين حلوه وخفيفه ولذيذه وبألف هنا عليكم يا رب. لو عجبتكم وصفتنا بقى تعليقات بقى كده وشير وسبسكرايب يا حبايبي، وباي باي عليكم. باي.